يا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة. في النهاردة معرض النهاردة وبكرة بعد لمدة 3 أيام في فندق ميراج بداخل نادي سموحة عند البوابة اللي هي عند دوران سموحة في اسكندرية. الدخول طبعا مجانا وده مدخل الفندق، والمعرض جميل جدا وكبير جدا وفي كل ما تتخيليه، وفي العارضين من جميع المحافظات ومن جميع البراندات وأحسن الخامات وأحسن الحاجات فعلا موجودة، وأسعاره فعلا جميلة جدا. يعني في حتى هناك شفت في تيشيرتات ب300، في طبعا الاكسسوارات حسب ما تختاري، في مثلا بخور، في مخللات، في أكلات بسيطة، في مخبوزات، في ملابس، في برضو ان انت ممكن تجيبي جهاز للعروسة، في كل اللي انت عاوزاه، طرح، ملابس، في طبعا ألعاب، في حاجات أدوات المدرسة اللي انت عايزاها كلها، اللي هي اللانش بوكس كل حاجه للمدرسه، والازاز، ازاز الميه، كل ما تتخيليه للمدرسه هناك. وكمان ادوات المطبخ، في الحاجات كلها الرخيصه، وفي شنط مدارس، في كوتشيات، في احذيه. وده المدخل بتاع الفندق او بتاع المعرض كمان. فالحاجات رخيصة وجميلة، وروحي بس الحقوها وجربوها، وهي مدة 3 ايام. المعرض كبير فوق ما تتخيلي، بس طبعا كل عارض منهم عنده الحاجات بتاعته محدودة، وساعات كمان الحاجات تخلص وممكن ما تلحقيش. طبعا كل ما تروحي النهارده افضل. هو طبعا لمدة 3 ايام برضو، بس حاولوا ان انتوا تسبقوا كده وتروحوا. وفي كل ما تتخيلي زي ما قلنا. انا طبعا جايبه لكم صوره بس النهارده مصغره عشان تلحقوا. يلا روحوا، هو لحد الساعه 12 بالليل النهارده وبكره وبعده، من الساعه 10 للساعه 12 بالليل. فالحاجات زي ما انتوا شايفين كل ما تتخيلوها هتلاقوه هناك، والاسعار والميك اب وطبعا اشتريت انا بقى طبعا حاجات من هناك طبعا. بس انا اشتريت طبعا حاجات من هناك. انا لسه طبعا في المعرض وهنلف برضه حبه كمان. انا اشتريت من روانزا، وروانزا من احسن العارضين هناك، وطبعا ده وجهة نظري برضه، لان هم في الاخر كلهم احسن من بعض. بس انا بتكلم على الاسعار. يعني عندك روانزا مثلا عندها التيشيرت عامل مثلا 300، عندها الفساتين ب400، عندها فساتين تانية ب500. فهي طبعا اذواق، وفي الاخر طبعا حسب الميزانية بتاعتك. بس عايزة اقولك كمان ان المعرض ده ممكن ان انت تاخدي برضو البنات الحلوين عيالك او الاولاد، ففي كل الاعمار هناك، لكل الاذواق. فمش اللي انت بس هتشتري ده، بالعكس كمان في للاطفال. ما اقصدش طبعا ملابس، لا اقصد في امكانيات للاولاد والبنات، اللي هو مثلا عايزه شنطه، عايزه حاجه للمدرسه، عايزه حاجه للخروج. ففي كل حاجه هناك. المعرض فوق ما تتخيلي كبير جدا، بس يا ريت تلحقوا تروحوا علشان طبعا زي ما احنا قلنا اكيد كل واحد جايب كميته. فحاولوا ان انتوا تروحوا بدري و هتتبسطوا كمان. وزي ما احنا دايما بنقول ان هو لو ما اشتريناش حاجة ادينا بنتمشى ونفك عن نفسنا شوية. يلا روحوا انبسطوا، ويا رب يسعدكم دايما، وحاولوا كده ترفعوا عن نفسكم، ويا رب يجعل يومكم كله هنا وسعادة.